لو محتارة في الأكل تعالي نعمل مع بعض صينية بطاطس باللحمة المفرومة. طعمها حلو جدا وجميلة، وجنبيها شوية رز كده أبيض، إنما تحفة بجد. تغيير في الأكل. كل يوم بنبقى نصحى هنعمل فطار ايه النهاردة. بيبقى محتارين في الأكل، جربنا كل أنواع الأكل، تبقى كلنا بجد محتارين. فتعالي جربي معايا طريقة صينية البطاطس دي، هتعجبك جدا وهتعجب الولاد، وطعمها حلو قوي وتغيير كمان. بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا الكفتة حلوة قوي، ممكن تعمليها بالطول او زي الهمبرجر كده زي ما انا عملتها. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف مقاديرنا هنعمل صينية البطاطس دي ازاي. اول مرة تشوفيني، انا اسمي سولا ودي قناتي، اتمنى تشتركي فيها وتعملي لايك للفيديو لو عجبك، وكومنت حلو كده منك عشان اعرف رأيك في القناة بتاعتي، وكمان في الفيديو وطريقة الصينية التحفة الجميلة دي. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل الصينية دي ازاي مع بعض. جبت بولة وهنا هحط بصل معايا كده، 3 بصلات حلوين كده، بشرتهم او تضربيهم في الكبة، معلقة فلفل، ملح، بصل بودر، توم بودر، وكمان معايا معلقتين كبار من بهارات الكفتة، ورشة كده من ربع معلقة كمون، تمام، والملح. وقلبت بقى دول كويس، هقلب بقى اللحمة المفرومة مع البصل والتوابل بتاعتي. طبعا دي مش هنحط لها بيكنج باودر ولا حاجة، تمام، لان احنا مش هنعملها اصابع كفتة اللي هي السيخ، هنعملها كده زي ما انتوا شفتوها زي الهمبرجر كده. نصبعها نحطها طبعا مع البطاطس، وهدعك بقى كويس جدا. انا عايزة البصل ده يختفي خالص، ميبقاش موجود خالص في اللحمة، زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت كده. اهم حاجة ان انتي تخدمي الكفتة اللحمة كويس جدا، وما تخليش البصل يبان خالص من اللحمة. هبتدي ان انا اعملها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه زي ما بنعمل الهمبرجر بالظبط كده. هعمل كل الكمية دي، كان نص كيلو من اللحمة، وعملت عليهم 3 بصلات، ومقطعة هنا بصل شرايح كده، مع طماطم من الشرايح، وبرده الفلفل، عندك فلفل الوان، فلفل اخضر، زي الموجود عندك اعمليه، تمام. هخلص بقى كل الكميه ونحضر بقى صينيه معانا، تمام. دي الكميه اللي انا عملتها. هاخد بقى طبعا هدهن القالب بتاعي سمنه، تمام، او زبده او اي ماده دهنيه. هاخد واحده من كنت هقول الهمبرجر، من الكفته، وشريحه من الطماطم والبصل والفلفل، وهبتدي ارص بنفس الشكل ده. واحده من الكفته، وشريحه طماطم، شريحه بصل، شريحه فلفل، وبطاطس. والبطاطس كمان مقطعاها شرايح رفيعة خالص، ما تبقاش تخينة بقى بالشكل ده. هجيب بقى عندي عصرت كده شوية طماطم، وهحط عليهم نفس البهارات، فلفل اسود وكمون، وشوية نص معلقة توم كده مفروم، وكمان سنة شوية بهارات، تمام. وهقلب كل ده كويس. عندك بابريكا حطي، زي البهارات اللي انت بتحطيها حطيها، تمام. وهحط بقى هنا معلقة من السمنة او الزبدة، احطها كده على وش القالب. عايزه اقول لك نصيحه بقى، هعطيها بقى ورق الفويل ونحطها في الفرن. لو الفرن عندك هادي بلاش تحطي في قالب زي ده، حطي في صينيه تكون ألمونيوم او تيفال، وحطيها على النار تستوي، وبعد كده دخليها الفرن. انا طبعا جت غلطه، الفرن عندي هادي، اتاخرت، وطبعا لقيت الصينيه كانت لسه ما استوتش. اضطريت ان انا اقلبها في صينيه تاني عشان كان الفطار خلاص، المغرب كان كمان اذن كمان، واتاخرت فعلا في الفطار. لان طبعا انا عندي الفرن بيبقى بطيء شويه، فطبعا الفرن عندك حامي دخليها ومفيش اي مشكله. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على خير ان شاء الله.